أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة التانية من بودكاست النفسنجي. حلقتنا النهاردة بتتناول موضوع في غاية الأهمية وبيمثل تحدي لكل أب وأم، وهو إزاي نراقب أولادنا بطريقة صحيحة من غير ما ندمر علاقتنا بيهم، وخصوصا في ظل التطور التكنولوجي. ضيف حلقتنا النهاردة هو موسوعة حقيقية بكل المقاييس وكمان خبرة طويلة جدا في المجال. ضيفنا النهاردة هو الدكتور عمر هاشم، موجه عام للتربية النفسية في محافظة بني سويف، وكمان عنده مكتب للاستشارات النفسية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا إيمان، كل عام وأنت طيبة، وأشكرك على المقدمة الجميلة دي. وأنا فعلا خبرة ما شاء الله الحمد لله، يعني 30 عام في التربية النفسية. في البداية يا دكتور، حابين حضرتك تشرح لنا ليه بعض الأهالي بيحبوا إنهم يراقبوا أطفالهم بشكل مستمر، وهل موضوع الرقابة الشديدة بيأثر فعلا على الأطفال بشكل سلبي؟ طبعا حرص الآباء والأمهات على متابعة الابن أو الابنة، نقول متابعة مش مراقبة، لأن المتابعة دي لفظ أفضل ولفظ أوقع ولفظ أنا عايز يكون كده، ما تكونش بقى هي مراقبة، دي كلمة صعبة شوية. فطبعا المتابعة دي من حرص الشديد للأب والأم على الأبناء، طبعا في ظل العولمة والتكنولوجي. وطبعا التكنولوجيا دي سهلة جدا، موجودة في كل مكان ومفتوحة في كل مكان. والمثيرات اللي سميناها ليه مثيرات، لأنها جاذبة وبتخلي الأولاد والبنات ينجذبوا لها جدا، بل تلهيه كمان عن أهم حاجة في حياته. ممكن تلهيه عن صلاته وعن مذاكرته وعن مستقبله وعن أي حاجة، لدرجة ممكن كمان ما يسمعش حد بينادي عليه. ليه؟ لأن هذه المثيرات يعني فعلا أثرته وخلته بعيد عن الواقع اللي احنا عايشينه، بقى عايش في عالم افتراضي. عشان كده بنقول موضوع مهم طبعا، ولازم الآباء والأمهات ينتبهوا جدا لأولادهم، عشان كده بيتابعوهم أو كما قلت بيراقبوهم. طبعا المراقبة بتفقد الطفل أو الشاب المراهق أو حتى الكبير الثقة في نفسه. فلما يحس إن هو متابع ومراقب طول الوقت من الأب أو الأم، بالنظرات أو المتابعات المباشرة أو غير مباشرة، فيحس إن هو كده ما فيه ثقة فيه. يعني كده هو يشعر إن والديه ما عندهمش فيه ثقة نهائيا. طبعا دي جانب سلبي جدا جدا، ينبغي أن نعدل المفهوم بشكل صحي وبشكل أفضل. طيب، عايزين نعرف يا دكتور إزاي الأهل ممكن يراقبوا أولادهم من غير ما يحسسوهم بعدم الثقة ما بينهم أو إنهم متحكمين في كل حياتهم؟ طبعا المراقبة بدون ما يحسسوا الأطفال أو الشباب بالمراقبة دي، يكون طبعا في بيننا جانب الحوار البناء المبني على المسامحة والمطالعة والمصارحة. يعني ايه مصارحة؟ يعني لازم الأب والأم يخلي ابنه أو بنته، سواء شاب أو حتى راشد أو طفل، يكون يتكلم براحته جدا، تمام، بمنتهى الارتياحية. ويكون طبعا فيها جانب مسامحة. يعني ايه مسامحة؟ يعني طالما قلت مسامحة يعني في خطأ هسامح فيه. فالخطأ ده إذا كان الطفل أو الشاب هو الفاعل أو المفعول به، فممكن هو المخطئ أو أخطئ فيه. طبعا أنا كأب أو كأم ما ينفعش بقى أغضب وأنهر ابني أو بنتي لو حصل ده، وإلا مش هيقول لي تاني أي حاجة تحصل. فأنا أحاول أكون عندي اتزان انفعالي، تمام، بس إن هو أي خطأ يصدر منها أو يصدر عليه أكون أنا عندي ثبات انفعالي أو اتزان انفعالي، كلمة أفضل طبعا، وأسامح في ده. وإزاي نعدل وإزاي نرجع الأمر وإزاي نفكر تفكير صحيح. ده المطلوب علشان يحصل ما بين الأب والأبناء مصدر ثقة، وكمان تصرف إيجابي غير سلبي وليس له عواقب وخيمة. بنسمع أحيانا يا دكتور إن في بعض الأهالي بيلجأوا إن هم بيفتشوا في موبايلات أولادهم، يعني كنوع من أنواع الحماية. هل ده فعلا تصرف صحيح؟ ولو هو غير كده، ممكن حضرتك تقول لنا إيه التصرف المناسب؟ طبعا التفتيش في الموبايلات يعني موضوع طبعا برضو زي ما قلنا في أول الكلام، يظهر عدم الثقة أو قلة الثقة فين؟ في أبنائنا. طب إيه التصرف الصحيح بقى؟ طبعا طالما ابني أو بنتي معاه موبايل في باسورد طبعا عامله، فأنا لازم أكون كأب وكأم متفقين من الأول، في بيننا اتفاق مبرم، اتفاق معلن، إن أنا الباسورد ده أكون عارفه. هيقول لي لا ما تعرفوش. طب ما أنا ما أعرفوش، يبقى في حاجة أنت مش عايزني أشوفها. فلازم نقوم الأول، أنا هجيب لك موبايل أندرويد، تمام؟ فبص يا حبيبي أو بص يا بنتي، طبيعي إن أنا كأب أو كأم أنا مش بفتش عليك، أنا خايف عليك، وبالتالي أنا عايز أطلع. يعني بعد ما تعرف، يعني أنا مش هعمل ده من وراك. أنا بقول لك الباسورد يكون معلن
علشان انا في اي وقت اطلع انت بتعمل ايه، بتكلم مين. مش معنى ان انت بتعمل ايه او بتكلم مين ان انا هعلق لك المشنقه، لا، ولكن الحق ما يمكن ان انا الحقه، او انقاذ ما يمكن انقاذه لو في اي خطا معاك. فخلي بالنا من دلوقتي متفقين اهو ان انا هجيب لك موبايل اندرويد، وفي طبعا باسورد، ايا كان الباسورد بالبصمه او ان كان بالرسمه. في الحالتين انا كأب او كأم حرصا عليك هكون عارف الباسورد، مش هتخبيه عني لحين ما تنتهي مرحله معينه كده، المرحله اللي فيها خطوره، اللي فيها مراهقه، اللي فيها بعض التصرفات الانفعاليه الغير واعيه. انت لسه لم تنضج، بعد النضج لسه ما حصلش، فبالتالي انا من خوفي عليك هعمل ده. متفقين، ومن هذه الحاله ما بيننا اتفاق مبرم ومعلن ان انا هعمل ده، مش مفاجئ ولا من وراه ولا اختلس الفرصه وهو نايم او هو بره. لا، انا ما بحبش كده، عشان الامور واضحه. وكمان نخلي بالنا من حاجه، انا بربي ولادي علشان يربوا غيري. يربوا غيرهم ازاي؟ يعني يربوا غيرهم ازاي؟ هو اكيد كده كده هيكبر ان شاء الله، فبالتالي لما يتزوج بعدين يبقى عارف ان هو اتربى بشكل صحيح، بشكل فيه صحه نفسيه، مش فيه خيانه او عنصر خيانه او توقع الخيانه. طيب يا دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا إزاي الأهل يقدروا يبنوا بيئة كويسة وصالحة بينهم وبين أولادهم، بحيث لو الطفل حصل له أي مشكلة أو وقع في أي أزمة يجري عليهم ويحكي لهم من غير ما يخاف من العقاب زي بقية الأطفال؟ سؤال جميل جدا يا إيمان. إزاي أبني بيئة صالحة أو بيئة فيها صحة نفسية كويسة جدا؟ زي ما أنا قلت قبل كده في كلامي وفي إجاباتي على الأسئلة السابقة، لابد من وجود حوار بناء، حوار مبني على الطمأنينة، حوار مبني على السلام أو السلم النفسي. لازم ده. الأمن النفسي مهم جدا 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 جدا. لازم الابن أو الابنة، تمام، الشاب أو الشابة، يجد في والديه الأمن النفسي. يعني إيه الأمن النفسي؟ يعني هو مأمن نفسه، يعني لا يخشى إن تكلم مع والديه أو إن أخطأ في أي تصرف يخاف من العقاب. طب ما أنا لو خفت من العقاب دلوقتي منك كوالدي أو والدتي، طب أنا هحكي لمين؟ طب مين هيرشدني على الصح؟ طب مين اللي هيقدر يعني يستقطبني ناحيته؟ مين اللي هيحتوي خطأي؟ مين اللي هيحميني؟ ماليش حد غير والدي والدتي. لكن الوالد أو الوالدة لو لم يفعل ذلك مع أبنائه، يبقى في هذه الحالة هنضطر نخرج بره. يعني يخرج بره يعني إيه؟ يعني الشاب أو الشابة دي أو الولد أو البنت هيضطر يحكي لحد بره. طبعا يحكي لحد بره مين؟ أكيد في سنه أو قريب من سنه. طبعا هل سنه بقى قريب من سنه عنده الحكمة أو الحنكة إن يقول له صرف إزاي؟ لا، ده ممكن يوديه في حتة غلط، خطأ جدا، ممكن يبقى فيه كارثة. طب مين اللي وصله للكارثة؟ البيت، لأن البيت لا يسمح بالحوار البناء، لا يسمح بالأخطاء. كلنا خطاؤون، كل ابن آدم خطاء، تمام، وخير الخطائين التوابون. فهنا بنتكلم في دي، إننا احنا مش ملائكة ولا أنبياء مرسلين. احنا لازم نعرف كده إن الخطأ وارد وهيفضل يغلط حتى يموت، ده شيء طبيعي. فأنا كوالد وكوالدة لازم أعرف دي وأتحمل الخطأ وأتحمله وأتقبله وأعدله. أنا بقولش أتقبله يعني أسكت، لا، احنا عندنا في علم النفس كلمتين بس: تقبل مع التعديل. اقبل الخطأ وعدله، دي أهم حاجة في البيئة الأسرية الآمنة. في النهاية يا دكتور، حابين حضرتك تقدم لنا بعض النصايح لكل أب وأم علشان يقدروا يخلقوا علاقة ثقة بينهم وبين أولادهم، وكمان يكونوا قادرين على حمايتهم. طيب تمام. بالنسبة للتوصيات للآباء والأمهات، احنا اللي قلناه كله يعتبر توصيات مهمة جدا طبعا، ولكن خلينا أقول إن الأسرة طبعا دي اسمها أسرة، يعني شيء كلنا حتة واحدة زي ما بيقولوا كده، يعني كلنا أعضاء في جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. فاحنا كلنا يعني أعضاء في جسد واحد، فبالتالي أي حد يعني يتألم بيؤلم الجسم كله. زي مثلا الضرس أو الأذن أو أي عضو في جسمنا، لو تألم الجسم كله بيتألم، ما فيش حاجة اسمها مش علاقة بالتانيين. فهنا لازم الأب والأم والأولاد يعرفوا ده، لازم يعرفوا إن احنا كلنا أعضاء في جسد واحد. طيب يبقى ايه توصيات؟ دي اول توصيه، ان احنا كلنا اعضاء في نفس الجسد، واللي يتالم يؤلم الجميع، تمام. الحزين يحزن الجميع، الفرحان يفرح الجميع. احنا كلنا اعضاء في جسد واحد. ولازم زي ما قلت قبل كده كتير جدا الحوار البناء، الحوار اللي فيه تفاهم، الحوار بالمسامحه. وكمان نخلي بالنا من الاجتماع اليومي للاسره.
طبعا يفضل اجتماع مثلا ايه، لو مثلا في سفره مثلا زي الغداء او العشاء، على الاقل مره يحصل ده ويحصل حوار. او بعد الطعام ممكن مثلا نشرب مع بعضنا كوبايه شاي او كوبايه قهوه كده مع بعض، او ناكل فاكهه او تسالي، يحصل بينا حوار. ده لازم يحصل يوميا، ما ينفعش يوم يعدي الا يكون فيه ده. ليه بقى؟ لان انا لازم اعرف ايه اللي حصل في اليوم، ايه اللي حصل في المدرسه، ايه اللي حصل في الجامعه، ايه اللي حصل في الشارع. لازم كنا قلنا في مسابحه وفي حوار بناء وفي سؤال. احنا يا جماعه اولادنا مش فقط عايزين ناكل ونشرب ونلبس ونعلم ونداوي. الخمس حاجات دول مهمين طبعا، لكن في حاجه اسمها جوانب نفسيه. كل ده مهم، ودي حاجات حيويه او بيولوجيه، ماشي اوكي. لكن في الحاجات السيكولوجيه فين؟ لازم ابني وبنتي يكون يعرف ان ليه حضن، ان يكون ليه امن، ان يكون في احتواء، انه يسال براحته، انه يعني في مسامحه. لازم يعرف ده زي ما قلت قبل كده عشان ما يخرجش بره. فالاسره لازم تجتمع يوميا، والاب اللي مسافر خارج البلاد علشان يجيب لاولاده يعني حياه كريمه، سافر بره البلاد. سفره دوا لا يمنع من دوره ولا يمنع من مسؤوليته للابناء يوميا. طب ازاي وانا بره المكان؟ طبعا عندنا وقت الموبايلات ما شاء الله، وعندنا اللابتوبس، وعندنا حاجات كتيره جدا جدا موجوده، والكمبيوترات في البيت. يبقى اي لابتوب موجود مثلا او كمبيوتر، ممكن نحدد موعد يومي للاجتماع مع الوالد اللي هو خارج البلاد دوا. اليوم مثلا الساعه 10 مساء، 11 مساء، ايا كان اليوم، ايا كان الساعه. نحدد ده عشان الاب يفتح كاميرا على اولاده ومراته طبعا، وكانه قاعد معاهم بالظبط. يقدر يشوف بقى شكله عامل ازاي، الولد خاسس، في احمرار تحت عينه، هدومه متبهدله، مش مسرح شعره، يسال في ايه اللي بتعمله ده. ده لازم يحصل عشان كانه موجود، مش بقى انا اسافر بقى وما اسالش في ولادي بجيب لهم الفلوس. طب انت بتجيب ورق؟ الفلوس يعني ايه الفلوس؟ ورق؟ طب ماشي، طب وفين ابنك بقى؟ فين دورك في التربيه بتاعته؟ فلازم يحصل اجتماع يومي زي ما قلت من شويه. لازم يحصل دواء، والاب اللي مسافر يحصل اجتماع زي ما قلت عن طريق الفيديو كونفرنس، او عن طريق اي برنامج زي زوم، زي اي حاجه يعملها مع الاولاد علشان يتابع. المتابعه مش المراقبه، المتابعه الجيده جدا، عشان نحفظ ولادنا من اي انحراف او اي خطا، علشان يبقوا اصحاء. واحنا زي ما قلت بنربي اجيال لاجيال سابقه ان شاء الله، حتى تستمر الحياه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحابة أقول لكم في النهاية إن الحوار والتفاهم هو مفتاح النجاح لكل العلاقات الناجحة في كل أسرة. وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة قادمة من بودكاست النفسنجي. كانت معكم إيمان وليد.